السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نتأملوا في الطبيعة وغادي نشوفوا النمط ديال الطبيعة في النمو ديالها، وغادي من بعد نحاولوا نتأملوا كيفاش نقدروا نستافدوا وكيفاش نقدروا نطبقوا النمو ديال الطبيعة في أننا ننميو المهارات ديالنا. فأول حاجة إلا تأملنا النباتات مثلا غادي نلقاو سبحان الله دائما كيتبعوا واحد النمط معين، كيبداو من الصغير وكتبدا الزهرة كتكبر بشوية بشوية. فهنا كاينه واحد الماط مورا هادشي كامل. كاينه الفيبوناتشي سيكونس ولا تسلسل فيبوناتشي. هي واحد المتتالية عددية اللي كيكون كل رقم فيها مجموع الرقمين السابقين، وعادة هاد المتتالية كتبدا بالرقمين 0 و 1 وكتبدا تكبر تدريجيا تدريجيا. وكاينه ايضا اركيميديان سبايرال، هي واحد سبايرال اللي كتمتاز بواحد الخاصيه، سيكو ان داك المسافه من المركز او نقطه الاصل الى اي نقطه في نفس الخط الشعاعي كيبدا يتزاد بواحد المعدل ثابت. فهي الاركيميديان سبايرال غتشبه لك بحال واحد الطواره، ولكن داك الطواره كتبقى غاديه وكتكبر. فهاد القضيه عطيتكم هاد ليكزامبل ديال الاركيميديان سبايرال لان بعض المرات حنا في الحياه ديالنا كنشوفوا راسنا، ربما كنشوفوا راسنا اننا كندورو في بلاصتنا، ولكن يا صديقي راه ما كدورش في بلاصتك، بينما كيتزاد واحد الاضافه ولا كتكون شي حاجه زايده. فهنا الا جينا نطبقوا هاد الشيء في الحياه ديالنا ولا في شي مهاره جديده، خصك تعرف ان اي حاجه غادي تتعلمها كتبدا في الاول بخطوه صغيره وكتبدا من الزيرو ولا من الواحد. فاول حاجه اي حاجه باقي انت ما كتفهم فيها والو ولا اي تجربه جديده بالنسبه لك، فما تضيعش الوقت ديالك بزاف باش انك تسول راسك واش انا قاد نتعلم داك الحاجه ولا لا، حيت هذه غير مضيعه الوقت وهذه غير ما غادي تستافد من والو من هذا الشيء. لان اي حاجه جديده ممكن اي واحد يتعلمها الا كان عنده العقل. أم، علاش قلت الا كان عنده العقل؟ حيت من بعد غادي نوريكم كيفاش العقل هو اللي كيخلي هذا النمو يزدهر. فكل حاجه كتبدا عاده بخطوه صغيره، كما كنقولوا بالدارجه ديالنا قطره قطره كيحمل الواد. من بعد كل نهار كتضيف مثلا كتعلم واحد اللغه، كل مره كتعلم كلمه جديده كتصنت لذاك اللغه كتكتب، فهنا كيبدا يتزاد واحد الكومول. وكيجي واحد النهار اللي الطبيعه تكافئ اللي كيتابع هذا النمط، فبطبيعه الحال من زرع حصد ومن جد وجد. مع الوقت كتلقى راسك وليتي اكسبير في داك المهاره الجديده اللي كنتي كتعلمها. فالامور باينه انك الا خدمتي غادي تلقى النتائج، ولكن كاين واحد التساؤل دائما كيتسولوه الناس، ولا كاين واحد الشك سيكو كيتسولوا ريوسهم واش انا كنطور، واش انا كنزيد لقدام ولا لا. الا كنتي اخويا انت خدام على راسك كل مره كدير واحد المجهود، لا داعي انك تسول هذا السؤال لانك غادي تضيع غير الوقت مره اخرى. عوض ما انك تسول هذا السؤال سير اخويا كمل الخدمه ديالك. ولكن الناس اللي باقين دارهم ريوسهم ورغم ذلك كيسولوا هذا السؤال، رغم انهم كيخدموا وكيضيفوا شي حاجه جديده كل نهار. فهنا غادي نشرح لكم الدماغ كيفاش خدام، وغادي نشرح لكم واحد المفهوم سميتو تكوين المسارات العصبيه. ناخذ مثلا بغيتي تتعلم السوقان، في الاول الدماغ ما كيكونش عنده واحد الطريق المناسب لهذا السلوك، كيكون باقي ما كونش داك المسارات العصبيه بين الخلايا العصبيه باش انه يكون متمكن مثلا من انك تكون كتسوق باحترافيه. طبيعه الحال في الاول غادي تشد الطوموبيل زعما اسهل حاجه غادي ديرها هي تدخل في اقرب شجره قدامك. من بعد كيبدا الدماغ ديالنا كل مره كتبدا تتعلم دي نوسيون ديال السوقان، مثلا لومبرياج، الفرانكسيلاتور.
كيبدا الدماغ ديالك في البناء ديال المسار العصبي شيئا فشيئا، ومن بعد كيولي الدماغ ديالك كتولي داك العاده تلقائيه، لان الدماغ ديالك ولا عنده داك المسار العصبي قوي بالنسبه لهاد المهاره. فمن بعد كيولي عندك السوغان كما كنقولوا بحال شرب الماء. كيولي عندك السوغان شي حاجه عاديه، ما كديرش داك المجهود اللي كنتي كديرو نهار الاول باش تسوق، لان الدماغ ديالك ديجا كون داك المسارات العصبيه بين الخلايا اللي كيخليه متمكن انه يدير داك الاسلوب ولا يدير داك السلوك بطريقه سهله. انا كاين واحد المفهوم اخر سميتو نيوروبلاستيسيتي ولا المرونه العصبيه. هي القدره ديال الدماغ ديالك على الاعاده ديال التشكيل نفسه بحسب التجارب والتكرار. فكل ما كررت واحد الاسلوب جديد، كل ما كيبدا ينشا واحد الروابط جديده بين الخلايا العصبيه، وكيقوي هاد الروابط المتعلقه بهذا السلوك اللي كيخليك انك تكون متمكن من هذاك السلوك. وايضا كيضعف الروابط المرتبطه بالسلوكيات التي لم تعد تمارسها. مثلا نعطيكم اكزومبل ديال شي واحد كان كيلعب كره شحال هادي وقطع واحد المده طويله، النهار اللي غادي يمشي يلعب كره مرة اخرى يلقى راسو فقد داك المهارات اللي كانوا عنده شحال هادي. عطيتكم هذا الاكزومبل حيت انا كنت طرا عليا شخصيا. فالاخوان بكل بساطه tu cherches tu trouves كما كيقولوا. وغادي نختم بواحد المقوله جد زوينه كتقول: نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، نموت قبل ذلك حين تتشابه أيامنا ونتوقف عن التغيير. فهذا هو الموت بحد ذاته، وهو أنك توقف عن التغيير وتوقف عن النمو. فكل مرة يا صديقي، كل نهار ولا كل ليلة، حاول أنك تسائل شنو تعلمتي هذا النهار، ولا شنو الحاجة الجديدة اللي ضفتيها في الحياة ديالك. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، وقولوا لي الفيدباك ديالكم، ومع السلامة.